مهند علي ميمي يفعلها ويسجل جول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة لاعب جديد بنسبة 80% انتقل إلى الدوري المصري. مهند علي عنده 25 سنة، من العراق، مواليد 2000، بيلعب في نادي الشرطة العراقي. سجل الموسم اللي فات 28 هدف في الدوري العراقي مع نادي الشرطة العراقي. طيب لعب مع حوالي تقريبا 5 أندية. راح إعارة للدحيل، وبعد الدحيل القطري، بعد كده راح أوروبا في دوري الدرجة التانية، رجع تاني للشرطة، بعد كده راح الدحيل، بعد كده اعترف تاني موسم، بعد كده رجع تاني لحد ما استقر على نادي الشرطة. لعب كويس جدا. اللاعب لعب 58 ماتش الموسم اللي فات في الدوري العراقي، مسجل 27 هدف. ولعب مع منتخب العراق 46 ماتش، سجل 15 هدف الموسم اللي قبل اللي فات. ولعب في دوري ابطال اسيا الموسم اللي فات 8 ماتشات، مسجل هدف. ولعب في كاس الخليج 3 ماتشات، مسجل هدفين. ولعب في تصفيات كاس عالم اسيا الموسم اللي فات، سجل هدفين من 12 ماتش. القيمة التسويقية للاعب 800 ألف دولار. طيب هو في الفترة اللي فاتت في ناس بتقول ان هو الزمالك بيحاول يتعاقد معاه. لاعب كويس جدا. اللاعب ده مسجل 27 هدف، فيهم 15 هدف من رأسية، معدل 60% من أهدافه بالراس، شبه مصطفى محمد. لاعب كويس جدا، لاعب سريع، لاعب مهاري، بيلعب رجليه اليمين والشمال، لكن رجليه اليمين قوية. لاعب ما شاء الله كويس جدا. هيفرق مع الدوري المصري او مع نادي الزمالك بشكل عام. لو هينتقل لنادي الزمالك الله اعلم، لكنه لاعب كويس. لاعب بيفكرني بمصطفى محمد في عز مجده، يعني شبيه مصطفى محمد في لعبه. طبعا مع اختلاف القوة البدنية لمصطفى محمد، لكن في الرأسيات لا هو بيفرق كمان عن مصطفى. لاعب كويس، صغير في السن، مهاري، هداف. عنده ميزه كمان ان هو بيضغط على حارس المرمى او المدافع وبيقطع الكره. انا بص الكره دي خد منها ضربه جزاء. هو اللي بيشوط ضربات الجزاء في نادي الشرطه. لعب الموسم اللي قبل اللي فات مع منتخب العراق تحت 23 سنه، سجل 7 اهداف في 15 ماتش. حتى هو خد هداف البطوله ساعتها. بص هنا استلامه للكوره، دريبل على الكوره بشماله، تمام. يعني بيلعب بشماله، بيلعب بيمينه. طبعا بيلعب بشماله قليل، لكن هو اصلا اساسيه رجليه اليمين. رايك يا صديقي في اللاعب المهاجم الملقب بميمي؟ اتمنى تصلي على النبي، تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.